شوفي يا ستي، لو لسه بتشتري الجاتو من بره وبتدفعي فيه كتير يبقى لازم تشوفي الفيديو ده عشان هخليكي تعملي عظمة. بس يا ريت فضلا منك وليس امرا، لو عجبك الفيديو تحطي لايك وتعملي لي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نسمي الله ونبدأ. هاتي خلاطك وتعاليلي. هنحط في الخلاط كوباية لبن وكوباية سكر وكوباية زيت ومعلقتين كاكاو، وافضلي اضربي فيهم لحد ما الصوص يربط معاكي ويبقى اتقل من الرطوبة في شهر اغسطس. هاتي كوباية ومليها من الصوص واقفلي عليها التلاجة، بس تكتبي عليها ممنوع اللمس والاقتراب عشان لو حد لمحها هيقضي عليه في ثانية. باقي الصوص اللي في الخلاط هنحط عليه بيضتين ورشة فانيليا ومعلقة خل، واضربي تاني لحد ما المكونات ما تتجانس مع بعض. وبعدين هاتي كوبايتين ونص دقيق وباكو باودر وذرة ملح واخلطيهم مع بعض كويس. وبعدين هننزل عليهم بالصوص اللي في الخلاط. اول ما ننزل عليهم بالصوص لازم نقلب في اتجاه واحد. لما نقلب في اتجاه واحد ده اللي هيخلي معاكي الكيكة هشة من جوه. هنفضل نقلب لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفوه دلوقتي معانا. ايوه، هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. هنا بقى هنضيف التكه بتاعتي، معلقه جوز الهند ومعلقه شوكليت شيبس. عاوزه اقولك ان معلقه جوز الهند دي هتودي الوصفه في حته تانية خالص، وهتخلي ليها ريحه مميزه جدا وهي في الفرن. هنجهز القالب بتاعنا، معلقه سمنه ومعلقه دقيق. هنبدر القالب كويس، هننزل عليه بالخليط وعلى الفرن بسرعه. قبل ما ندخلها الفرن هحط على الوش معلقه جوز الهند ومعلقه. حطيتي لايك ولا لسه يا فوزيه؟ اديني فكرتك تاني اهو، ما عندكيش حاجه بقى. هنا كنت بقولك ان انا قبل ما بشيل الخلاط لازم امشي عليه بفوطه كده، بيفضل معاكي زي الفل دايما يعني، مش بيحتاج ولا بياخد اي مجهود بعد كده. طلعت الكيكه من الفرن، حطيت عليها الصوص اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة، ورشيت رشه شوكليت شيبس من فوقها، وهتتقطع زي قطع الجاتو قطع متساوية. صدقيني دي احلى واسهل طريقة ممكن تجربيها. ما تنسوش اللايك وتصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.